الله يسعد لي كل اوقاتكم يا رب. اليوم رح نعمل مع بعض عصير قمر الدين بس على طريقتي. بس قبل هيك اذا كنتوا جداد بالقناة لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. اول شي بحتاج باكيت من قمر الدين، طبعا حسب الكمية يلي انتو حابين انكم تعملوها. انا رح استخدم الباكيت هون كامل، فيكم تقطعوه بايديكم مثل هيك وفيكم بالمقص. وهلأ هون رح أضيف عليه تقريبا كوبين من المي السخنة، ورح أخليهم على جنب لمدة 20 دقيقة. وهلأ بعد 20 دقيقة رح أضيفهم بالخلاط وأخلطهم مع بعض. وهلأ بس خلطتهم مع بعض رح أضيف عليهم كوبين من المي الباردة، وفيكم تضيفوا كوب من المي الباردة وكوب من الثلج. هلأ رح أضيف معلقتين كبار من السكر، طبعا السكر حسب الرغبة بيرجع لإلكم، ورح أخلط كل المقادير مع بعض. وهلأ هيك بيكون جاهز العصير. طبعا إذا بتحبوا قوامه خفيف بتقدروا تعملوه مثل هيك بهاي الطريقة، أما إذا بتحبوا القوام تاعه يكون تقيل فيكم تخففوا مي. وهيك بتكون وصفتنا جهزت لليوم. صحتين وألف عافية على قلوبكم كلياتكم. فضلا وليس أمرا إذا كنتوا جداد بالقناة لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. استنوني بالفيديوهات القادمة إن شاء الله. مع السلامة.